من اجل يعني هذا الجيل وهذا الامتداد يعني. شوف اللقطة هذه سيدورف مع رونالدينو. اوه حديث يعني فيها ذكريات. اساطير يا اخي، اساطير. كل لاعب من اللاعبين الموجودين مرتبط بقصة. وسطروا الصفحات على مدى السنوات على تاريخ الكلاسيكو الأكبر. شكرا للهلال الأحمر اللي وهذا اللي ينتظر ريفالدو اللي تسأل عنه هو اللي راح ينفذ. عينك عينك. يا سلام. يا سلام يا سلام. إلى اليوم مثل هذه المبادرات، مثل هذا العمل المؤسسي من قبل الأندية يحافظ على صحتهم، يحافظ على نجوميتهم، يكونون حاضرين موجودين مساهمين على مستوى كرة القدم. وأتمنى أتمنى 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 أن نشوف مثل هذه المبادرات عربية. يعني يمكن على مستوى الأندية أن تشوفها خليجية. هذه كرة الهدف الأول، نعم يسجل برشلونة، ليكون رباعية. المهم يسجل سورين الهدف الأول لمصلحة برشلونة بعد عرضية كانت في الجهة اليمين. شوف حتى الفرحة تشعر هذا نجم كبير على مستوى حراسة المرمى. برشلونة عموما يسجل أول أهداف المواجهة بالأساطير. بلا شك ستكون في الأرشيف، بلا شك ستكون من المباريات اللي ما راح ينساها. وهنا المرور من جولي في الجهة اليمنى، عرضية موجودة وصلت لدى سورين وضعها في مرمى ريال مدريد، معلنا عن أول أهداف برشلونة للأساطير. صعبة كانت على فرانسيسكو بيو. طبعا خالد تلاحظ تقدم يعني السن في اغلب النجوم، لكن خط دفاع ريال مدريد يعني اتوقع انه تجاوز ال50. تشوف الحارس فرانسيسكو بيو ينسى، يمكن ينسى هذه الاسماء. هذه رساله للاعبين كره القدم انك عليك ان تقدم الكثير وتقدم الكثير حتى تبقى في ذاكره ومخيله المشاهد. هنا كره لدى ريال مدريد الذي يبحث عن عوده في هذا الكلاسيكو. يا سيدورف. انا قلت لا انا قلت يطرد سيدورف راح يروق. يعني تصرف هذا. لا سيدورف تصرف هذا دخل في جولي. هو كان على خفيف شوي. اي اصابه الحين تغيير على طول ما فيها. شوف سبيتار قريبه. لو اليوم فيجو في مستواه، فيجو اليوم كم يسوق في سوق اليوم؟ يفوق ال 100 مليون. نتكلم عن اسعار، ممكن هو كان في نهاياته على 50 تقريبا. نتكلم عن هذه كره 45. شوف يا عيني يا رايه عبر قنوات الكاس. ريال مدريد للاساطير وبرشلونه. برشلونه يتقدم عن طريق الارجنتيني سورين بعد عرضيه موجوده، وهذه لدينا فيها نسى الكتالوج. نسى الكتالوج يا بزيدي. فرانسيسكو بيو نسى الكتالوج. على ايامهم كانت برا المنطقه خالد عادي ولا شلون يعني؟ كنا ما سوى شيء يا فرانسيسكو. خلينا نشوفه كانه يا بيو وين؟ لا روح نسى الكتالوج، نسى القانون، نسى الدنيا. عمو فرانسيسكو هذه فيها فاول. هذه الان يا من تتابع، هل تعلم لا خليك من راح يسدد، هذه معلومه للتاريخ. هل تعلم الان اللي كل صغار او كل اللي يتابعونا، هاي كمان شو ايضا موجود، اللي كل يتابعونا، من سبب انه الانديه بدات توضع لاعب خلف الحائط البشري اللي الان ممكن يسدد هو رونالدينيو. هذا اللي معاك في الصوره هو السبب انه خلى الى اليوم ورا كل حيطه ينسدح لاعب. هذا اوبا الله الذهب. ايش يا سمير؟ بعض الاسماء بريقها لا يصدع. الله، الذهب لا يصدع. نعم الذهب لا يصدع خالد. هذا مو بركله حره مباشره، بنالتي يتعامل معها رونالدينو. يا من لا تعرفونه، يا من تجهلون حينما كان لاعبا. الان هنا شاهدوه يتقدم السن لكن الذهب لا يصدع. عينك شوفها. لا تجيب لي حارس، افضل حارس اليوم، جيب افضل حارس اليوم
انا اقول لك ما جيب يجيبها. افضل حارس اليوم يتصدى. غيره ما يقدر يكمل فرانسيسكو بيو، خاصة بعد الحركة حقت الكرة خارج المنطقة. بيدرو كونتيراس طبعا الحارس اللي دخلوا هذا الهدف الذي سجل عبر رونالدينيو يجب ان يضع بصمه. شوف رجل الامن حاط الكاميرا ويصور، لا يدري ان في شيء جاي. حتى حائط يدري ان في شيء جاي. حتى حائط الصد لريال مدريد استمتع باللقطة يعني استمتع باللقطة. إذا تروح تتذكر واحد من الأسماء الغائبة روبرتو كارلوس معاه بشكل ممتاز. لعب لفترة مع الشحانية وأيضا بعد ذلك قاد على الصعيد التدريبي. شكلها خالد ثلاثة. ما عنده. يعني انا اوكي سيدورف داري لانه درب كثير، لكن فيجو شوف الاستلام وشوف الكرة العكسية. فيجو ارتدى لفترات الرقم 7 والآن على شوف الاستلام. بعض اللاعبين في هذا التوقيت وفي هذا الزمن دفاع برشلونة أخذها جد، ما في هزل يعني. تشوف الإبعاد، شوف سهل الممتنع. بوفون سقط في أرضية الملعب، راح ديفيد فيا عصب عليه. كان ما خلى الفارو مع ديفيد فيا في اللقطة الماضية طبعا، لأنه لو راح خلص هذا الثاني ما له حل اللي يمسك. يعني دخل معاه مخيا يعني عمل الصح في الكرة الماضية. هذه اللقطة دخل يعني هذه بعيدة شوي، هذه بعيد. الله أعلم مين، أشوف مين اللي موجود. والله كلهم يشوت. يعني ديفيد فيا على فكرة يشوت، مندييتا يشوت، رونالدينيو يشوت، ريفالدو يشوت، واحد منهم. خلينا نشوف. ريفالدو يستعد، ديفيد فيا يضعها في الماء. يا هي كورة حلوة جدا. الكرة من ديفيد فيا مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الملعب. كرة جميلة للغاية، سددها ولا زالوا يملكون على كرة جميلة. لا زالوا كان رايح لها أيضا، يملكون الكثير من السحر في أقدامهم رغم الوفاء. أنا كنت أقول لك أنا أتمنى إنه هذه المبادرة تكون موجودة في دول الخليج. إنه هذا جاك يا باتيستا وين دخل فيه رونالدينيو، لكن كانوا يسمونه الدبابة، ويكون يعني صدقني من الدقيقة الله أعلم إيش راح يكون الموضوع. أبو لطيفة من الدقيقة 30 ما حيكون عندك صوت مع رونالدو. مع رونالدينيو. أنا كنت أشوفه وهو يلعب كنت أضحك، فما أدري على مستوى التعليق. هذه لدينا كرة عالية رأسية من باتيستا، لكن الكرة لا زالت لمصلحة الريال. تقليص فيجو، هل يسجل؟ سيدورف يا سيدورف. هاي متسلل دائما وأبدا. فيصل. إذن مشاهدينا متابعينا ينتهي شوط اللقاء الأول ما بين أساطير يعني ينعدون على الأصابع. ريال مدريد وبرشلونة لو بتجيبهم لاعبين من ريال مدريد، لاعبين من برشلونة في هذا الزمن. تمريرة كواريزما حق ريفالدو شيء مش طبيعي. تمريرة جميلة بوجه القدم، وهو مثل ما ذكرنا يمتاز فيها. هذا كلويفرت يمرر لرونالدينيو طبعا الى ريفالدو استلم، عاد الى رونالدينيو ينتظر يبحث الان يمرر. الله انا لو تعاد ابيك تتذكر هدف سجله. شوف رونالدينيو الان في هدف سجله على نادي بهالطريقه هذه وضعها ببوز القدم في المرمى. منو يلا اللي يسمعني منو؟ تشيلسي. حلو، بس اللي لفت انتباهي على فكرة لا جد اللي راح اقوله الان جد. ابيدال ممكن يلعب مكان كوندي في برشلونة اليوم ويقدم اداء افضل اليوم. الله مدريد سجل. ديبور بهذا الحضور الجماهيري الجميل جدا. هذه اللقطة اللي كان
من الممكن أن يسجل من خلالها. تسديدة فيجو، تصدي الرائع. كم عمر مثلا ريفالدو مواليد 1972، فهو 52 سنة سمير. 52 سنة ريفالدو الموجود حاليا في أرضية. يجسد العمر مجرد رقم، لكن عينك على رونالدينيو. الله حرام ما تكمل. حرام، كان ودنا تكمل، كان ودنا تكمل. الكل هنا يتحسر على الكرة، ليس أنت فقط، ليس أنت فقط يا رونالدينيو. مدرجات استاد خليفة الدولي، الجماهير تتحسر والمعلق يتحسر. شوف عينك عليه. قل له بتروح لك مشوار، قل له لا في هالعمر لا، ما راح اروح المشوار، لكن وداه معه. وبعد ذلك وعدت منه 52 سنة، مرت 52 سنة. بعض اللاعبين تقول العمر مجرد رقم، وبعض اللاعبين تقول لا كثر الله خيره خلاص. لا ترى 52 شاب يعني ولا شوف هذا فيجو، هذا فيجو. عينك الرد ياتي من لويس فيجو. نعم الرد ياتي من لويس فيجو. لسه شاب ولو انه قد غادر وبلغ عمر 52. اخيرا ريال مدريد يسجل من امام برشلونة في لقاء الاساطير، وعن طريق من؟ عن طريق لويس فيجو. هدف في الوقت الذي كنا نتحدث عنه عن لويس فيجو. شوف سيدورف، شوف التمريرة ما فيها راية أبد، ما فيها راية، والإنهاء والفينش بالنسبة للويس فيجو. رأيك خالد؟ سجل مرة ثانية في برشلونة، وإن مرت السنوات، لكن فيجو صحيح العالم كله يتكلم انه مو فشل، بعضهم يلعب لكن مو مش نفس مثل والده، يعني مش مثل والده، لكن شوف باتيستا، شوف الكنترول، شوف البلنتي. قال ما في صفر يا حكم، صفر يا مزيدي. اعتقد كان فيها شيء. صفر يا حكم. شوف انا اعتقد كان فيها شيء. الجميل ان المدرج الان يطالب بفار خالد. صح. اشوف ناس قدامه في الملعب يطالبون المزيد بفار. حتى يعني باتيستا يبي ركله جزاء، يعني يقول له فار يا حكم، فار يا حكم. شوف لمها حلو. هذه ريال مدريد برشلونة حتى لو انهم اساطير. فيها ممكن تحسب. اجمل لقطة في اللقاء حتى الهدف والكرة الضايعة. لكن شوف عينك على كل مر راح اعطيني واحدة. يا سلام شوف الفرحة، شوف الساعة. يا عيني يرقص فرحا وكأنها بالأمس، وكأنه لقاء هناك. شوف كيف فرحان، شوف كيف سعيد، يحتفل بالتعديل ويعيد فريقه. 2-2 هنا عملية التقدم التي كانت، وبعد ذلك التسديدة وضعها بشكل جميل جدا في مرمى برشلونة، معلنا الريال وأساطيره عن العودة والتعادل في النتيجة. تشوف التمريرة الخاطئة التي كانت، لكن السرعة في عملية خطف الكرة، وبعد ذلك التوقيت الجميل في التسديد ووضع الكرة على مستوى الزاوية اليمنى. 2-2 نتيجة هذا الكلاسيكو، يبونها ركلات ترجيح. في مدرجات استاد خليفة الدولي. شوف رونالدينيو يريد ان يكافئ هذا المدرج. يا عيني على التمرير، اعطيني الثالث. كاميرون صربيا كانت كاس العالم 3-3 انت علقت عليها. كوريا الجنوبية غانا كانت 3-2 ما ادري مين. البرازيل هل تتوقع لويس سواريز ممكن يكمل؟ يعني الان هو 38 39 سنة، ممكن في الدوري الامريكي ممكن. متع نفسك مع رونالدينيو. شوف هذه كرة خطيرة. ديفيد فيا ممكن يمر. اللقطة الماضية كثير من لقطات ديفيد فيا يؤكد بأنه لا زال قادر على العطاء ولا زال قادر على تقديم الكثير، لكن عينك على بيدرو. يعني رونالدينيو
تضاف الى ما قدم في عالم هذا كرة الفعل. القدم، تتكون عند الشخصية. بلنتي شوف يا الله. شوف أوه. لا ابعد عنهم. هذه مباراة اساطير، هذه هذه استعراضية استعراضية من جدك. لا. هذه استعراضية. مزيد ابعد عنهم شوي. شوف ردة الفعل. زعلان. الله زعلان. فيجو. فيها شيء ولا ما فيجو فيها؟ على بن بلاد على فكرة. ها بس فيها بلنتي. شوف اي بلنتي. فيجو شوف ساعد فيجو اليمين على رقبة كوريزما. بلنتي ما عنده فراغ. اي ما في. ما خلاص. ما نسى، ما تناسى اللي صار فيه صح. ما نسى، لا تناسى. شوفوا مو لليوم يا استاذ والله يعني استعراضية والله. بالامس صلاح مبابي واليوم كلويفرت. لكن شوف كلايفرت مع بيدرو، شوف من يجيبها. كلايفرت حط له كوره بيدرو. يا بيدرو الله عليك. الله عليك، هذا لو بدا في اللقاء ما كانت 2-0. احنا ايش قلنا لك؟ شوف الان السعاده للويس فيجو رغم تقدم السنين. شوف عصب كيف جابها. ردة فعل تدرس. فيجو خلاص. ردة فعل تدرس في هذه ركلة الجزاء على التصدي، محافظ على رشاقته بيدرو، على مرونته، على ردة فعله، على اصطياده لركلة الجزاء لكلايفرت. وشوف شوف هذا فيجو عصبي جدا يا سمير. مونيتسكو يعني بعد الكرة اللي جات ركلة مرمى. شوفوا الله على الكرة. قايل لك هو اخذها جد. ها اخذها جد في جد. كونجو كاد ان ينهي الليله. شوف كاد ان ينهي الليله. شوف فيجو الدقيقة 78 وقاعد يرجع في هذا المكان. عمره 52 سنة يا جماعة. متحدى احد يا جماعة. فيجو مباراة شخصية. ما يبي خسر 52 سنة. دقيقة 79 وراد مع الهجمة وما دخل بديل من أول دقيقة وهو موجود واللعب كله عنده وعليه. فشيء مو طبيعي بالنسبة لفيجو ما شاء الله. وهنا لدينا كرة وعلى كرة. وكاد برشلونة أن يسجل ثالث الأهداف. يا سلام. مدريد الآن يبحث عن خطف لقاء الأساطير. مدريد الآن كونجو ربما يكون نجم اللقاء. يسويها ياخذه يسيطر على الكرة. وين كونجو؟ اعطينا بلنتي. قل له لا زال وسط صحة الجمهور. شنو هذا؟ خطأ على كونجو. أنا أعتقد ممكن يكون ضرب على خطأ على كونجو. لا إن شاء الله تعدي. شوف الكرة في العارضة ايش يسوي كونجو؟ اي مباراة كونجو. وممكن لو كان في ايامه ما يقدم مثل هالعطاء اللي اليوم نشوفه. لكن شوف الكرة تنتظر صافرة المزيد. نعم ايها السيدات والسادة، ايها الاحبة الاكارم عبر قنوات الكاس، اساطير ريال مدريد، اساطير برشلونة انتهت بتعادل يرضي كل الاطراف. تعادل رائع في مباراة استعراضية لمحبي وعشاقي كلا الناديين. 2-2 مباراة ممتعة. خالد إلا فيجو كان مشخصنها شوي، واضح إنه زعلان. شوف فيجو شوية شايل في المباراة، خاصة بعد ركلة الجزاء التي احتسبت، لكنها في النهاية يضعها في المرمى. التسديدة الأولى ديفيد فيا، وأول الأهداف. نعم ديفيد فيا يسجل لمصلحة برشلونة أول الأهداف لأساطير البرسا عن طريق ديفيد فيا. نجح بيدرو في التصدي لركلة الجزاء يعني، لكن لم ينجح في تصدي لركلة الجزاء في اللقطة الماضية. سيدورف يجيبها، لكن سيدورف على تنفيذ ركلة جزائية لريال مدريد، أساطير ريال مدريد. سيدورف في تلك الأيام، بتلك اللحظات، بتلك اللمحات على ركلة جزاء. سيدورف الآن من أجل التعديل حطها. يا رايك الاسمراني. سيدورف جاء بركلة الجزاء، قال له روح هناك، أنا راح أجيبها بكل هذا الروقان ليأتي ب 1-1.
كواريزما لمصلحة برشلونة. ثاني ركلات الترجيح بالنسبة لبرشلونة عن طريق طبعا ريكاردو كواريزما. وطبعا عندنا بالنسبة لريال مدريد بيدرو كونتريراس هو الحارس الموجود هنا. كواريزما هل يسجل ثاني الاهداف للبرشا؟ الله 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 الله، يمزح، لا يمزح كواريزما هذه الكرة، وضعها بطريقة قلما تشاهد لاعبا يضع ركلة جزاء بهكذا طريقة وبهكذا اسلوب. ثاني اهداف حلق المرمى برشلونة. اللي معصب، اللي زعلان، اللي يبغى يكسب هالكلاسيكو ولو انه قد مر ومرت الاعوام والسنوات. لويس فيجو على ركلة جزاء من امام جيسي سنجوي. نعم الان جيسيس ولويس فيجو، من اللي يكسبها؟ فيجو، لويس فيجو. يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم، وضعها وبكل ما يملك من اتقان لويس فيجو. 2-2. واضح مستمر. فرانك ديبور لثالث الاهداف بالنسبة لبرشلونة. ديبور وتصدي، اوبا، بدور كونتريراس يتصدى كما تصدى في المباراة لركلة جزاء كلويفرت. يتصدى الآن لفرانك ديبور. يبدو بأنه لا يعشق الهولنديين ولذلك يتصدى لركلة لكلويفرت والآن لفرانك. والآن إذا ما سجل ريال مدريد سوف يتقدم في النتيجة. سافيو يبدو لي، سافيو نعم هو الذي يتقدم من أجل إعطاء ريال مدريد التقدم، أو ميليو. الآن ركلة الجزاء، صد وأنا راح أصد، رد وأنا راح أرد. جيسي سنجوي تعور الآن، شوف راح لها واصطادها، وبعد ذلك يرفض تقدم ريال مدريد. استشعر قيمة الكلاسيكو، استشعر قيمة المباراة. كم عنده خالد؟ 68 68. اعطيني خالد، كم عمره الآن؟ قاعد انا احاول، لكن منديت على تنفيذ ركلة الجزاء الآن الرابعة لمصلحة برشلونة، وهدف في مرمى ريال مدريد. إذا الآن برشلونة يتقدم، برشلونة الآن يتقدم ويسجل عن طريق منديتا، وننتظر تسديدة ريال مدريد. صاحبك يلا عاد شوف تسوي مباراة كبيرة، ها تسوي مباراة كبيرة ما تسجل، هذا المتعارف في كرة القدم. لكن كونجو الآن يكمل، هو ما يسجل تسوي مباراة كبيرة ما يسجل. كونجو لا يكتمل. الزين سنجو يخطف النجومية، يخطف النجومية. شوف الشيبة صدها، الشيبة ردها، يقول له يا كونجو، يعني كمان نرفزة ها، راح يرقص قدامه في الهدف الثاني. قال له أنا راح أردها لك. استفزوا الآن برشلونة. انتهت، يبدو بأن انتهت هذه الكرة التي وضعت. الله انتهت الأمور. وجيسي سنجوي صاحب 58 سنة حارس برشلونة يتألق على مستوى ركلات الترجيح، وينتصر أساطير برشلونة على أساطير ريال مدريد من علامة الجزاء، ويأخذ هذه الكأس الآن بعد مباراة انتهت بالتعادل إيجابي هدفين لكل منهما استمتعنا فيها بنجومها بأسمائها التي حضرت وتواجدت في الدوحة لتسعد هذه الجماهير الكبيرة وتمثل أنديتها
الكبيرة على مستوى العالم. استمتعنا معكم مشاهدينا الكرام في الوصي.